بتدفع فلوس او بتضيع وقتك في حاجات انت من جواك مش طايقها، بس بتقول حصل خير عشان خايف تزعل فلان. الكلمة دي هي اللي بتضيع صحتك وبتدمر اعصابك وبتمسح مرتبك في اخر كل شهر. اهلا بيك. تعال نتكلم بمنتهى الصراحة. اغلبنا عنده مشكلة ازلية تقدر تقول عليها الادب الزايد او مثلا الخوف من الرفض. بنخاف نقول لا، بنخاف نظهر بصورة الشخص الاناني. ممكن تلاقي نفسك رايح مناسبات مش عايز تروحها، بتسلف فلوس لناس اصلا مش اولوية عندك، بتوافق على طلبات شغل او مجاملات بتيجي على حساب صحتك وعلى حساب بيتك وعلى ميزانيتك. المشكلة الكبيرة ان الناس اللي انت بتجاملهم دول كل واحد منهم لو جيت انت وقعت في مشكلة مش هتلاقي اي حد منهم بالطريقة اللي انت كنت متوقعها. طيب ليه بنقع في الفخ ده؟ علم النفس بيقول ان الانسان بطبعه كائن اجتماعي، بيخاف من الرفض. زمان كان الرفض من القبيلة كان معناه الموت، فالإنسان متبرمج حتى الآن إنه يحاول يرضي كل اللي حواليه. ليه؟ علشان يضمن الأمان الاجتماعي. حاليا وفي الظروف الحالية والاقتصادية إرضاء الناس بقى تكلفته عالية جدا، وبتدفع ثمنه من جيبك ومن أعصابك ومن وقت أولادك وأولوياتك. لما بتقول لغيرك وانت من جواك عايز تقول لا، انت بتخترع كذبة على نفسك وبترهق بيتك. أول حيلة معانا تقدر تمنعك من إنك تقول المتسرعة هي تأجيل الرد. يعني موضوع مهلة ال 24 ساعة. مهلة ال 24 ساعة اللي انت بتديها لنفسك تقدر تفكر فيها وتقدر تاخد فيها قرارات بهدوء، وتقدر ان انت تنفذ فيها اللي انت عايزه بدون احراج. يعني لما حد يطلب منك طلب او مجاملة مالية او مشوار مش مناسبك او تسليف فلوس، ما تردش في نفس اللحظة. ممكن تقول له جملة واحدة وتحفظها كويس: خليني اراجع التزاماتي، اشوف جدولي، اشوف ترتيباتي النهارده وهرد عليك بكره ان شاء الله. ال 24 ساعة دول بيدوك مساحة تفكر بعقلك مش بعاطفتك، وبتكسر ضغط لحظة الطلب. الحيلة التانية ازاي تقول لا. في حيلة مشهورة اسمها طريقة السندوتش. يعني ايه؟ يعني انت لما تكون عايز ترفض حاجة معينة، انت بتغلفها بحاجة من قبلها وحاجة بعدها، وبتقول الرفض بتاعك الصريح في النص، فبتبقى عاملة زي السندوتش. لما حد يقول لك مثلا والله انا في الشغل وعايزك ان انت تساعدني، وهو نفسه تحس ان هو كسلان او هو اللي مش عايز يعمل حاجه بس عايز يحرجك، في اللحظه دي انت ممكن تقول له: انا بشكرك ان انا، اللي هي نقطه المدح اللي احنا بنتكلم عليها، بشكرك ان انت اخترتني انا او ان انت فكرت فيا، لكن اسف انا مش هقدر اعمل الموضوع ده لان انا عندي التزاماتي، واتمنى لك التوفيق. يبقى انت كده في الاول شكرته او مدحت فيه وتمنيت له الخير في النهايه، لكن في النص انت بترفض الرفض المباشر بدون اي مبررات. خد بالك، انت لو قلت مبررات واديت له فرصه ممكن هتلاقيه جادلك فيها: وايه يعني انا ممكن اشوف لك حل كذا، ممكن تيجي معايا، ولو انت مشغول تبقى تعمل مشاغلك بعدين. هتلاقيه يشوف لك اي طريقه بحيث ان هو يخليك توافق. الرفض المختصر قوي ومحترم. الحيله الثالثه والاخيره معانا: البيت اولى او البيت اهم. بيتك هو فعلا اهم حاجه عندك. قبل ما توافق انك تسلف حد فلوس او تدفع او تجامل في اي مصاريف اضافيه، اسال نفسك سؤال واحد بس: هل الفلوس دي هتنقص من التزامات بيتي واولادي الاساسيه للشهر ده؟ لو الاجابه نعم، يبقى الرفض هنا مش بخل، ده واجب وحمايه لبيتك. جيبك وبيتك ليه الاولويه الاولى، واللي يزيد عن حاجتك الاساسيه بس هو اللي ممكن نتكلم فيه او نفكر فيه من غير ما نضغط على نفسنا ولا نيجي على بيتنا. وافتكر دايما، كل ما بتقول لا لطلب مش مناسبك انت بتقول لوقتك، لان لا للاخرين تساوي نعم لنفسك. وخد بالك، اخر حاجه عايز اقولها لك: احنا مش ضد ان حد يساعد حد، لكن للاسف في الزمن ده في ناس كتير بتحاول انها تطلب حاجات زياده عن حقها او يطلبوا حاجات هم ما يستحقوهاش. ممكن تلاقي موظف تعبان في شغله وشغال، وموظف تاني كسلان، والكسلان عايز يخلي الشخص التاني ده هو كمان اللي يعمل له شغله، وعارف انه بيتكسف او بيتحرج، فكمان يضغط عليه ويقول له اعمل لي شغلي ده، وهو عارف انه هيقول له احنا هنا بنتكلم عن المواقف اللي زي كده. لو الشرح ده لمس حاجة عندك وحابب تحمي نفسك وميزانيتك، اعمل لايك واشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات ايه اكتر موقف احرجك ومعرفتش تقول فيه لا. نشوفكم الفيديو الجاي.